السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ريحان رشيد. اليوم ان شاء الله غادي نهيئ لكم عصير بالقرع الاحمر. هذا العصير صحي ولذيذ وبالخصوص للاطفال اللي ما تيبغوش ياكلوا خضر، ما تيبغوش ياكلوا القرعه الحمراء بالخصوص. هذا العصير كيجي لذيذ بزاف، ما كيجيش فيه المذاق ديال القرع الاحمر. يعني احنا كنديروه بالنكهه ديال المونغ اولا النكهه ديال الخوخ، وحده فيهم هي ديال المونغ هي ديال الخوخ. كيجي مذاقه رائع وكيجي خاطر. يمكن نديروه مشروب في شهر رمضان تا هو كذلك كيجي زوين ومنعش. نتمنى تعجبكم ان شاء الله هذه الوصفه ديال اليوم، وتابعوني باش تعرفوا المكونات ديال هذا العصير، ونبداو على بركه الله. بالنسبه للعصير غادي نحتاجو نص كيلو ديال القرعه حمراء مسلوقه ونخليوها بالماء ديالها، نديرو معاها غير شويه ديال الماء باش نسلقوها ونخليوها بالماء ديالها. عندي هنايا نص لتر ديال عصير البرتقال. يمكن لكم ديروا العصير الاقتصادي اللي هيئت في فيديو سابق، فهو كذلك كيجي مزيان. ديروا عصير برتقال طبيعي او ديروا العصير اللي هو هيئته من عصير البرتقال، هو عصير اقتصادي كان يمكن نطحنوا به عده فواكه حتى هو كيجي مزيان. عندي هنايا جوج ديال الياغورت اللي بنكهه الخوخ اولا نكهه المونغ اللي بغيتو. هذا العصير اللي درناه بنكهه المونغ كيجينا على نكهه المونغ، درناه بنكهه ديال الخوخ كيجينا على النكهه ديال الخوخ. يعني ملي غادي نطحنو ما كتبقاش عندنا المذاق ديال القرعه بالمره. يعني الا عطينا الاطفال اللي ما كيبغوش القرعه فهما ما غاديش يعرفوا ابدا بلا هو راه ديال القرعه. كيجي مذاقه رائع رائع، وبالنسبه للكبار كذلك كيجيهم زوين. يعني تيعجب الكبير والصغير. غير جربوا هذا العصير غتعجبكم ان شاء الله. غادي ناخذ ميكسور، غادي ندير فيها هذه القرعه وغادي ندير عصير البرتقال، ديروا نصف لتر عصير البرتقال اولا العصير اللي حضرت اللي هو هذا العصير اللي حضرت مسبقا اللي كيف قلت لكم في الفيديو هو اللي استعملت. وغادي ندير هذا فيلوتي ديال الخوخ، بغيتو ديروا ديال الخوخ اولا ديروا ديال المونغ. درتو ديال المونغ غادي يجيكم بالنكهه ديال المونغ، درتو ديال الخوخ غادي يجي بالنكهه ديال الخوخ. هذا العصير كيجي زوين وكيجي صحي، كيجي مذاقه رائع. جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. وغادي نطحنوه. العصير بعد ما طحنته هو هذا. يمكن لكم تضيفوا السكر، انا عندي العصير اللي كنت مهيئه من قبل فيه السكر. ذوقوا وشوفوا كيفاش غادي يكون المذاق، واش خصو السكر ولا لا. كيف كتشوفوا كيجي خاتر، تيجي لذيذ. بهذه الطريقه يمكن لكم تعطيو لوليداتكم القرعه اللي كنعرفوا جميع بلا هي صحيه مفيده لهم ومفيده لينا حنا الكبار. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم، وما تنساوش ديروا الجيم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.